السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. جاز سيدنا رمضان أن نولوا وصفتنا اليومية. الأطباق تاعنا الشعبية المعروفة كامل عند الشعب الجزائري، أطباق بسيطة ولكن المذاق تاعها يعني حلو عسل، ونوفر وحدينا ماشي دايما ناكلو غير الدجاج واللحم. هنايا شديت الباذنجان ديالي وشديت الفلفل الحلو، هنا دهنتهم بالزيت كيما راكم تشوفوا هكذا. انا هذه طريقتي، والفرن يكون بزاف سخون. انا الكويزينير تاعي تشعل يا من الفوق يا من التحت، لكن انا دائما نشوي شعلتهم من الفوق وخليتهم ينشواو. رحت جبت القرنينه ديالي اللي جاني جديد، يعني ما يعرفش هذه النبته، كاين الناس ما يعرفوهاش. هذه نبته بريه تنوض برا، يعني كما نقولوا تنوض برا، نديروها في الطعام، نديروها في جوازات ولا صدقوني. والبنه بنينه، يعني تشبه المذاق تاعها يشبه للخرشف. هنا راني نقي فيها هكذا، وراكم تشوفوا فيها شويه طين وكامل، تخلوها تشمخ شويه. نقوها تقريبا كيما الخرشف وخلوها تشمخ وديروها تغلى، يعني هي ما تتغلاش بزاف، يعني يا ربي 10 دقائق. وكما شفتوا في العنوان يعني نصيحة، حبيت نمد نصائح للبنات المقبلات على الزواج، يعني نصيحة من القلب لكل أخت يعني ناوية دير الحلال، لأنه الزواج ماهوش لعبة، الزواج ماهوش كما نقولوا تروحي اليوم وتولي غدوة. زواج مسؤولية، زواج لازم فيه الصبر، لأنه عشرة وفيه الحلوة وفيه المرة. يعني أي طفلة تقدم لها أي شاب تتوفر فيه شروط، يعني الشروط هذه اللي حنقولها لازم يعني كما نقولوا ما ترفضش، لأنه ربي راه يشوف وراح يطرح لها البركة. الشروط هذه في الراجل وشنا احنا كما نقولوا، كما يقولوا ناس بكري، الراجل يكون مولا ذراع، يكون وليد فاميليا ومصلي ويجيب خبزته. هذا ما كان ما تحوسي على حتى حاجه، ولا يعني دائما هذو هما احنا كي يجي يقول لك واش الى خدام ولا وليد فاميليا ولا يصلي، هذا واش يشرطوا. لانه الوقت صعاب، يعني دوكا صعاب، وصعاب مام الزواج صعاب للبنات، لانه يعني كاين بعض البنات هم يتشرطوا بزاف وداروا بزاف عراقيل للشباب، والشباب ولاو عاجزين. يعني من بينها المهور اللي شاعله النار. كاين شي بنات يعني تقول لك المهر تاعي حتى فقط الدراهم فقط 20 مليون، وزيد تقول لك البا وحده، وزيد تقول لك الشومبرا وهذه. ديري في بالك يا بنتي ولا يا اختي، مستحيل الراجل يكون عنده ويبخل فيك. نولو هنا دقيقه للوصفه. درت القرنينه ديالي تغلى، وهنا راني نقلب في الفلفل ديالي. الفلفل ديالي بعد ما يعني طاب، بعد ما طاب نديروه هنا في ساشي ونخليه يبرد، ومن بعد نقشروه. نولو الموضوع ديالنا يعني وما تهمكش، يعني ما تهمكش، لانه ما تهمكش زعما الظروف الماديه، لانه كاين بنات بزاف راحوا بالذهب ولاو بالكذب، كاين بنات راحوا بالكذب ولاو بالذهب. واش معناته هذا المثل؟ كاين اللي داو العجب ويعني ولاو يعني ما كسبوا والو، كاين اللي مرضوا، كاين اللي ماتوا رجالهم، كاين يعني القناعه، يعني تقتنعي ما تشرطيش بزاف. يقول خلي والديك هما يسيروا الامور ويسيروها في حدود كما نقولوا المنطق، ما يغلوش بزاف. نزيدو نعاودو نقولوا الوصفه. هنايا راني درت الزيت ديالي، درت الفصوص تاع الثوم، هنايا نحمس عادي الزيت، يعني كثروا لها الزيت. راكم تعرفوا الجوازات تاعنا هادو اللي فيهم بطاطا وفيهم هاد الحشاوش وكامل يحبوا الزيت. حمسوا البطاطا ديالكم، حمسوا البطاطا ديالكم، ديروا شويه ملح، شويه طماطم مصبره، وحمسوا مليح يعني هكذا. صح في التحماس هكذايا، شويه عكري حار، لانه قلت لكم ديك النهار هي تحب الحار هكذا. وحمسوا ديروا شويه ملح عادي وتوابل اختياري. هنايا الحميصه ديالي طيبتها ومرقت بالماء هذاك تاع الحميصه هكذا، وخلوها تتجمر. انا فضلت نطيبها في الطاجين هكذا كما راكم تشوفوا. وهنايا نروح نقشر الفلفل ديالي عادي، يعني فضلت انه برك نقصر معاكم، نبدلوا شويه داك الروتين غير طياب. واش نقول لكم، يعني انا والله دي فوا نتلاقى بنات نلقاها تمد شروط تعجيزيه وفرحانه، ووالديهم يشرطوا الديار ويشرطوا، وتلقى في كثير من الاحيان الطفله هذه تودر هذوك الفرص، لانه الفرص ما يجوكش دائما، ما يجيكش دائما راجل هكذا مسقم، ولا باسكو ربي النعمه يعطيها لك ويشوفك كيفاش تصرفتي فيها. اذا قبلتيها ورضيتي، لانه هاد الامور صدقوني والله العظيم
قد ما الانسان يسر فيها ربي يسر له. وما تقوليش زعما باش نجهز وباش ندير ومنا ومنا، الراجل هذا ماهوش مسؤول عليك، باباك هو اللي يجهزك، هو اللي يدير لك ذهب. هو بكري كانوا بخاتم واحد يتزوج، وكاينين ناس والله نعرف ناس ما داوش وما جاب ما داروا والو، وهكذاك ربي دار لهم واحد القناعه، ويعني كما نقولوا نواو الخير، وبدل عليهم ربي الساعه بالخير، وداروا ذهب وداروا عائلات وداروا. لانه الا راكو حاسبين يا البنات تاع دوكا راكو حاسبين بلي الزواج انك مسلسل تركي، ولا الماكله تجيك للفراش، ولا اللبسه والتحواس، هذيك ما كاش منها، ما كاش كاع منها. هذيك الزواج والله فيه يعني كما نقولوا قد ما فيه الراحه فيه الشقاء، ويحب الصبر. واش نقول لكم، ربي يهديكم كامل. ومازال ان شاء الله مره نطرقوا لهذه المواضيع. نقول الوصفه ديالي انايا هنا عندي الباذنجان ديالي هذه، شوفوا كيفاش قطعتها، نقطع فيها يعني انا نموت عليها هكذا، سي يقطعوها رقيقه مليح. كاين اللي يديرها الياغورت كامل، انا لا حبيت هكذا. وخليت فص تاع الثوم، درت لها شويه زيت زيتون وعصره تاع القارص. والله بنه ما عندي ما نحكي لكم. اليوم حسيت تاع الصح باللي صح فطرت وكليت ماكله بنينه. قلت لكم شويه قارص شويه زيت زيتون، خلطوها طبعا شويه ملح هكذا مع الجو شتو راه مقلب شويه، تقلب الحال هكذا. هذا واش يوالم الماكلات، وماشي دائما غير الدجاج واللحم ومنا سيو، يعني ناكلو هكذا ماكلات كما نقولوا تاع الزوالي تاع الانسان البسيط. انا نزوقها هكذا بالنعناع، واللي عنده زيتون يدير زيتون، واللي كل واحد، هذه مساله اختياريه. هاي الشلاضه تاعي تاع باذنجان، هاني زدت عاودت وريتها لكم كما تشوفوا. هنايا عاودت وليت الجواز تاعي هنا تقريبا كان قريب يطيب. درت هذيك القرنينه ديالي اللي خاسك طابت هكذا، وخليتها تتجمر هكذا. زدت الفلفل ديالي قطعته يعني رقيق هكذا، درت له بصل وطوماطيش وزيت زيتون. انا الفلفل ندير له فقط زيت زيتون والملح. وما تنسونيش بتعليقاتكم طيبه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك يعني. نتمنى ان نكون يعني خفيفه على قلوبكم. هذه هي كما قلت لكم بصل طوماطيش عادي، شلاضه عاديه يعني تاع الربيع. زيدوا بصل هكذا زيت زيتون. وطبعا يعني ان شاء الله نتمنى اني نلقى تعليقات طيبه منكم، لانه هذا كامل حافز ليا. يعني كما نقولوا هاني خلط هكذا تمتم. هاني درتها يعني عشان العائله تاعي، ومحلاها البساطه يعني. هاو الجواز ديالي بعد ما طاب. هاي الشلاضه تاعي تاع الفلفل زدت لها البيض، وهاي الشلاضه تاعي تاع الباذنجان ما يشتبان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.